غنية بكنوزها السياحية، والسياحة هي المستقبل. من داخل مدينة شرم الشيخ، وبالتحديد من داخل مركز التدريب السياحي والفندقي بشرم الشيخ. أسعد أن يكون معي ومعكم من خلال هذا اللقاء السيد المهندس محمد أحمد القاضي، مدير إدارة المشروعات السياحية والتدريب بكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس. تابعونا وكونوا معنا. أستاذ محمد، برحب بحضرتك معانا وأهلا بك ضيفا كريما على أسرة برنامجنا سحر الوادي. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بسيادتك. ومن خلال هذه الزيارة ومن خلال موقع حضرتك كمسؤول عن التدريب في كلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس، إلى أي مدى ده بيؤهل الطلاب للعمل، بيؤهلهم للتنافس في السوق السياحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للطلاب كلية السياحة وفنادق جامعة قناة السويس، أنا عندي يعتبر تدريب صيفي لمدة شهرين من سنة أولى لغاية سنة رابعة. بيطلعوا تدريب فعلي وعملي في جميع محافظات مصر. تاني حاجة بالنسبة للتدريب، أنا عندي تدريب فعلي اللي هو التدريب الصيفي ده في خلال فترة الصيف. يعني أنا يعتبر الطالب عندي السنة الدراسية عنده متواصلة خلال ال4 سنين. سنة بداية من سنة أولى، مش من سنة ثالثة زي ما كان زمان. لا، من سنة أولى لغاية بالنسبة لقسم إرشاد، وقسم إدارة من أولى لثالثة. بالنسبة لقسم دراسات تانية وثالثة بس. بالنسبة للتدريب بقى العملي أثناء الدراسة، عندي بالنسبة لطلبة فنادق بيروحوا غردقة، فنادق في الغردقة بيروحوا شرم الشيخ، اسكندرية، الأقصر وأسوان، جميع. يعني تخيل حضرتك بناخد الجمهورية جميع محافظات السياحية اللي فيها. بالنسبة لقسم إرشاد، المتحف المصري أسبوعيا بيطلعوا أسبوعيا تدريب عملي في المتحف المصري، رحلة الأقصر وأسوان، عندنا المنيا، عندنا اللهم صل على النبي المتاحف الإسلامية والقبطية. يعني أنا عندي الطالب بيطلع الحمد لله بفضله من عند ربنا بيتهافت عليه جميع سوق العمل. يعني حضرتك لو هنا زي ما أنت شفت في شرم الشيخ تنزل 90% من الطلبة بتوعي شغالين هنا في شرم الشيخ الحمد لله بفضل من عند ربنا. يعني وبيجيني طلبات على الكلية ان هم محتاجين الطلبة بتاعتي من دلوقتي. يعني هو محتاج الطالب اللي هيتخرج. انا السنة اللي فاتت الحمد لله قسم ادارة فنادق يعتبر كله نزل شرم الشيخ. يعني لمدة 4 سنين فاتوا الطلبة كلهم اشتغلوا هنا في شرم الشيخ. شيء هايل، وده بيطمنا على مستقبل خريجي وخريجات كلية السياحة والفنادق، الإدارة الفندقية أو الإرشاد السياحي، لأن فعلا في سوق للعمل بتحتاج لهذه الكوادر، وبالتحديد الكوادر المدربة. ماذا عن الاتفاقيات اللي بتجريها الجامعة مع الفنادق المختلفة سواء في الغردقة أو في شرم الشيخ أو في الأقصر وأسوان؟ الاتفاقيات دي اتفاقيات تعتبر اتفاقيات لسوق العمل. أنا بيجيني الاتفاقية بيبعت لي يقول لي أنا محتاج 40، محتاج 30، محتاج 20، ممكن محتاج 5. يعني من 5 لغاية 50 مثلا. بديله اسماء الطلبة، ارقام تليفوناتهم، تخصصاتهم، زائد ان انا برضه نسيت انبه حضرتك لحته ان انا عندي الطالب بالنسبه للغات. انا عندي مركز معمل لغات خاص بالكليه، يعني بدرب الطالب على اللغات. عندي معمل كمبيوتر. في لغات ايه قبل ما نعدي مرحله اللغات دي ومحطه اللغات، لان في ناس كتير جدا بيسالوني عنها؟ صيني، اسباني، الماني، فرنساوي، انجليزي. انا عندي 5 لغات حيه في الكليه. المعمل ده ممكن يشتغل لطلبه الكليه والطلاب اللي خارج الكليه، او اي حد بيهوى تعلم اللغات من خارج التخصص السياحي بيتعلم اللغات من عندنا ده بس بدون مقابل. يعني لو حضرتك جه حد من خارج جه للكليه بدون مقابل لحتى الان. يا سلام. لغايه دلوقتي اللي طلبه الكليه طبعا دول بدون مقابل، دول اولادنا مش من بره اللي بيجي بدون مقابل لغايه دلوقتي.
احنا بنفكر ان احنا نعملها كوحده ذات طابع خاص، وان هي تبقى تجيب لنا دخل، لكن لغايه دلوقتي احنا بنعملها بدون مقابل. يعني بتضموا الراجل اللي عايز يتعلم اللغات ده من الخارج، بتضموه لاي برنامج من البرامج التعليميه؟ برامج الطلبه، برنامج من برامج الطلبه، يعني شيء وخدمه تطوعيه فور فري مجانيه بتقدمها الجامعه مشكور عليها. بالنسبه لجامعه قناه السويس احنا بنعتبر خدمه البيئه، كطالب كليه سياحه او كطالب كليه علوم او كطالب كليه الطب. احنا عندنا قوافل طالب كليه الطب بيطلع قوافل طبيه مجانيه. كليه العلوم قسم الجيولوجيا ده منتشر في سينا، من اول سانت كاترين لغايه قناه السويس. طلبه كليه العلوم، طلبه كليه سياحه وفنادق منتشرين في جميع المناطق السياحيه، مش في شرم الشيخ وجنوب سينا بس، احنا على مستوى الجمهوريه من اسوان لغايه سانت كاترين. يعني ده كلام جميل جدا بيفرح شبابنا وبيطمنهم، وبيوريهم يعني قد ايه ان الجامعه بتتواصل مع المجتمع، والجامعه فعلا في خدمه المجتمع، ويستحق قسم اسمه يعني اداره الجامعه لخدمه المجتمع. يعني فعلا القسم ده بيتم تفعيله طالما بيخدم الناس وبيخدم المجتمع ثقافيا. ارجع واقول في ناس بتحب جدا المجال السياحي، وفي ناس بتحب جدا انها تشتغل في مجال السياحه بالرغم انها مش خريجه سياحه وفنادق. هذه الفئه المحبه ممكن تتعامل الكليه معاها ازاي في مجال التدريب؟ في عندنا دورات تدريبيه خاصه بالساده اعضاء هيئه التدريس بالكليه، ان هم بيدوا دورات تدريبيه للخارجين. يعني بنيجي هنا هون في المركز دون بيحصل فيه دورات تدريبيه عن طريقنا، تنشيط العماله او بيسموها دورات خاصه للمتعاملين من الخارج مثلا. من الخارج يعني بيجي، بس انا بحبذ ان انا ابني اللي يطلع هو اللي يخدم لي المكان دوت بدايه. يعني انا ابني هو اول حاجه بيني وبينك، يعني الواحد بيفضل اولاده عن نفسه. راجل متخصص ومتعلم واربع سنين في الكليه بيدرس في الكارير دوت، فلازم يعد ويدرب ويتوفر ليه فرص عمل. وبرضه بالنسبه ان انا ما بينلهمش الصوره ورديه للاخر، المجهود اللي الطالب بيبذله عندي هو اللي بيعمله. يعني حضرتك في خلال المؤتمر اللي احنا موجودين في خلاله اليومين دول، انا الطلبه اللي السيرفيس كله اللي موجود عندي طلبه الكليه. انا مش جايب حد من بره، ما بستعينش باي حد في خلال مؤتمراتي ندواتي. خلال المقر بتاع دون انا عندي هنا خدمه فندقيه 5 نجوم، الطلبه بتوعي هم اللي بيشغلوا المكان، انا مش جايب عماله خارجيه من بره. دي تعتبر برضه تدريب خلال الكليه. والله يا حمد بيه ده يعني كلام بيسعدني جدا ان انا اسمعه، ويعني مستقبل مبشر لطلبه السياحه والفنادق. المكان دون بامانه يعني خلال الثلاث سنين الاخيره حصل فيه طفره كبيره جدا 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 في عهد الدكتور سيد عطيه اللي هو عميد الكليه، استاذ دكتور سيد عطيه عميد الكليه. حصل طفره يعني بامانه، انا مش من النوع اللي اتملق او كده. هو الراجل بصراحه هي عميد السياحه والفنادق يا راجل جاي بالانتخاب، وكان عميد سابق قبل موضوع الانتخابات، فيعني مش محتاج كلام عنه. اي عقبات بتقابلنا بيزلها في ثواني بقرار، يعني حتى مش مستني تاشيره، بقرار شفوي كده بننفذه على مسؤوليته طبعا. واحنا كلنا بكده اهو. والساده اعضاء هيئه التدريس بصراحه متعاونين جدا 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 في خلال المجال. طبعا كلام جميل بحيي سيادتك عليه، ونتمنى مزيد من التوفيق ومستقبل باهر لخريجين وخريجات السياحه والفنادق من جامعه قناه السويس. ودعنا نتحدث عن المستقبل. كيف ترى مستقبل مصر بعد 25 يناير؟ كيف ترى مستقبل مصر في ظل حكومه الجنزوري الجديده، وماذا تطلب منها؟ اطلب ان هي تقف جنب الشباب. مستقبل مصر مستقبل جميل جدا جدا جدا، وحكومه الجنزوري ده بصراحه راجل احنا كان شعب في خلال فترته ما حسيناش بالمهانه اللي حصلت الا بعده. مرتبات نزلت، معاشات راحت، فلوس معاشات الناس بتوع المعاشات فلوسهم راحت. بعد هو الراجل الدولار كان بكام ايام الجنزوري، وبعد الجنزوري كان بكام. الاسعار طبعا بتختلف حسب الجنزوري. طيب كنت
نطلب ايه من السيد وزير السياحه منير فخري عبد النور اللي طبعا هو مستمر في حكومه الجنزوري؟ دعم لجميع أنشطة السياحة في مصر، دعم الجميع، مش نشاط واحد، ما بين إرشاد وشركات سياحية وفنادق. دعم يبقى دعم فعلي ومادي لكل الأفرع والتخصصات في مجال السياحة. المهندس محمد أحمد القاضي مدير إدارة المشروعات السياحية والتدريب بكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس، أنا سعدت كثيرا بلقائي بحضرتك مع هذا المناخ المعتدل الساحر وهذه البقعة الساحرة من مصر شرم الشيخ، والكلام الجميل اللي بشرت بيه كل طلبة السياحة والفنادق بالعمل وبالسوق السياحية المفتوحة والتي تفتح ذراعيها لاستقبالهم وتوفير فرص عمل ليهم لأنهم طلبة وكوادر مدربة. شيء بيسعدنا وبيسعد كل المشاهدين اللي بتوصلهم هذه الرسالة. محمد بيه بشكرك جدا وأتمنى لك دوام التوفيق في الإشراف وإدارة التدريب السياحي بالسياحة والفنادق جامعة قناة السويس. كتر خيرك يا فندم، متشكرين جدا على ونورتونا يا فندم. أعزائي المشاهدين، ما زلت معكم من خلال هذا اللقاء ومن داخل المركز التدريبي الفندقي لطلاب وطالبات السياحة والفنادق. تابعونا وكونوا معنا وهذا اللقاء. أستاذ مبروك جد الله المسؤول عن التدريب الطلابي بجامعة قناة السويس، برحب بك معانا داخل شرم الشيخ. أصلح حالك يا فندم، شكرا جزيلا، واحنا بنتمنى ان سيادتك تشرفنا بكل مؤتمر، واحنا قمنا بجميع تحديات المؤتمر السنه دي رغم الظروف. يعني مهامك التدريبيه للطلاب ومسؤولياتك في التدريب الطلابي متعلقه باي النقاط في الخدمه السياحيه؟ احنا سيادتك جامعه قناه السويس اللي تبع كليه السياحه والفنادق، بنقوم بجميع تدريبات الخدمه الفندقيه للطلبه بتاعتنا بحيث نخرج كادر من الشباب قادرين بقيام العمل الفندقي لاستلام الرايه ورفع مسؤوليه السياحه. ونتمنى انا عن نفسي بدرب الطلبه بقسم الهاوس كيبن، قسم الاشراف الداخلي، وبنعرفهم ازاي يفرشوا الغرف بتاعتنا، بنعرفهم ازاي يعملوا سيرفيس لقلب المطعم، بنعرفهم ازاي في قلب المطبخ، بحيث يبقى هو يكون عنده
كادر بجميع المنشآت الفندقيه وجميع الاقسام الفندقيه. التدريب على الهاوس كيبنج بيتم ازاي؟ هل لازم يطلعوا معاك ويبقوا موجودين داخل الغرف ولا على نماذج مثلا؟ لا 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 سيادتك، ما لازم عملي. هم هناك في قلب الكليه بيدرسوا نظري، بيجوا عندنا بتعمل جروبات او رحلات تبع الكليه نفسها، وبنيجي في المركز التدريبي بتاعنا نهوت وبنفرش معاهم الغرف بحيث ان هم سيادتك يكونوا عنده وعي ازاي يفرش غرفه، بحيث بعد كده لما يجي يتخرج ويشتغل في اي فندق يبقى هو كدير عنده خلفيه عن الغرف بتاعتنا وعن المطاعم بتاعتنا. بيبقى مده التدريب كام؟ من حوالي من اسبوع ل 15 يوم سيادتك. هو بيسموه التدريب الصيفي. الصيفي، الفتره الصيفيه للطلبه بعد سنه ثالثه يا فندم. واحنا حاليا دلوقتي بنبداها من سنه اولى، من سنه يعني اولى وثانيه وثالثه والفرقه الرابعه، لان عندنا في قلب الكليه في اداره فنادق وفي ارشاد، وبنحاول يعني الارشاد مش مختص قوي بالفندق، لكن احنا بنحاول نخليه يختص بقلب الفندق، بحيث لو ما لقاش اي مجال ارشاد يبقى عنده خلفيه على اداره الفنادق وممكن يشتغل في اي فندق يختاره صوت. بالاضافه للتدريب الصيفي، هل ممكن الطالب يتدرب برضه في فنادق معينه في شرم الشيخ او في الغردقه؟ سيادتك احنا دي كنا بنعملها الاول قبل ما ننشأ المركز بتاعنا، كان الطلبه بتروح بتشتغل في قلب الفنادق بحيث ان ياخدوا فتره صيفيه وبياخدوا شهاده خبره بحيث ان يجيبوها لنا في الكليه. دلوقتي لما احنا دلوقتي اشتغلنا في قلب المركز ما خليناهمش ان هم بعد كده يروحوا اي فندق تاني بحيث ان هو دلوقتي انا عندي المركز عندي من كل محتوياته، من غرف لمطبخ لمطعم، يعني شيء متكامل للتدريب الكامل للاستاف، اي حاجه يحتاجها الاستاف. وبنادي انا كمان للشباب اللي هم يعني مش شرط ان يكونوا خريجي كليه سياحه وفنادق، لا، اي شاب دبلومات عايز يجي يتدرب، بحيث ان دلوقتي مستوى البلد نفسها ما فيش دلوقتي الكادر الوظيفي ان احنا ممكن نشتغل، لا، السياحه بتشمل دلوقتي يمكن 5 ل 8 مليون موظف. لو هو جه اتدرب في اي مكان عندنا نوت ممكن ياخد خبره ويشتغل في اي فندق. يعني ممكن انت بتفتح مجال كبير جدا لمحبي المجال السياحي. المجال السياحي سيادتك ولجميع الشباب اللي هم قاعدين حاليا دلوقتي، اللي عايز يتدرب لمجال السياحه يجي عندنا جامعه قناه السويس كليه السياحه والفنادق، بيبقى اجر رمزي، ودي ممكن سيادتك مع الدكتور سيد عطيه هو اللي ممكن يشوف امر التكلفه بتاعتها بالظبط. يبقى التدريب قد ايه من خارج التخصص؟ يعني كم مدته قد ايه؟ لا، خارج التخصص دي سيادتك انا ما عنديش درايه بيها بالظبط. دي يعني الطالب اللي مش دارس سياحه، المدرس السياحه دي بتبقى صعبه علينا شويه، لان هو بيبقى لا يفقه شيء عن اي مجال في قلب فندقي، بيضطر ان هو ممكن بياخد له من 45 ل3 شهور بحيث يتعلم بالظبط ازاي اداره فنادق. 3 شهور في يعني فرصه كافيه انه يتعلم يعني ايه مجال السياحي ويعني ايه تدريب، وياخد فكره عن المجال ومفردات المجال، لان هي تعتبر الصناعه الوحيده اللي عندنا في مصر هي مجال السياحه، ولازم احنا ننمي مجال السياحه على قدر مستوى لائق جدا، بحيث ان يبقى احنا قادرين بجذب ترويج سياحي لمصر تاني، وان شاء الله ان مصر هتعود تاني ان شاء الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، تعالوا بينا نقترب من طلاب جامعة قناة السويس السياحة والفنادق،
هم دلوقتي طبعا بيحضروا معانا هذه الزياره داخل مدينه شرم الشيخ وداخل مركز التدريب السياحي بشرم الشيخ. تعالوا بينا نشوفهم بيتدربوا ازاي ويا ترى بيستفيدوا ايه من مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات والندوات. السلام عليكم، متعرف بكم؟ السلام، رامي رضا، قسم دراسات سياحيه. ربنا يخليك. محمد شاكر خليفه، قسم اداره فنادق. اهلا بك يا فندم. ابراهيم السيد عبد الجواد، قسم ارشاد سياحي. اهلا بكم، برحب بكم معانا داخل شرم الشيخ وداخل مركز التدريب. وقولوا لي بقى اخبار الزياره هنا ايه والرحله ايه، مبسوطين ولا لا؟ طبعا مبسوطين والله، هي الرحله جميله، اول مكان جميل واول مره نيجي هنا، فحاجه جديده بالنسبه لنا واحنا فرحانين ان احنا موجودين هنا. كويس، جميل. اول مره تزور شرم الشيخ؟ لا، انا باجي معايا تدريب صيفي كل سنه، بخلص الدراسه نظري بروح تدريب صيفي في الفنادق، احد الفنادق لمده شهر او شهرين، بحيث ان انا يكون عندي خبره في الحياه العمليه بعدين. ما اروحش اول مره اتفاجئ بحاجه، لا انا ادرس نظري وبعد كده اروح اجي زياره للفنادق، اطبق عملي، اكتسب خبرات، اتعلم حاجه بحيث ان انا اكون مؤهل لسوق العمل بعدين. جميل. اتدربت فين قبل كده هنا في شرم الشيخ؟ انا كان تدريبي في فندق في في فندق في خليج نعمه، فكنت متدربت في قسم الفود اند بافرج، قسم الاغذيه والمشروبات، كنت في المير ريستوران المطعم الرئيسي، فكان التدريب فعلا مفيد وتجربه جيده يعني. تمام. انت بتروح بتقدم نفسك لمثلا مدير الفندق او مدير القسم ده وتقول له انا طالب سياحه وعايز اتدرب، ولا الكليه هي اللي بتعمل لك الاتفاقيه دي؟ لا، هو في البدايه كانت الكليه بتبعتنا للمراكز التدريبيه، لكن من 3 سنين دلوقتي بيخلي الطالب فري يختار المكان اللي هو عايزه والمجال اللي هو عايز ان هو يتدرب فيه، بحيث ان هو يكون عنده قابليه لان هو يشتغل في المكان ده. فبيدي لك شهاده من الكليه، تمام، بتروح بيها الفندق اللي انت بقى عايز لايك، تمام، فبتختار الفندق وتختار القسم اللي انت عايز تشتغل فيه، وتقابل مدير القسم ومدير شؤون العاملين، وهو اللي الفندق بيتعاون معانا فعلا. حضرتك قلت لي ارشاد سياحي لكن بيتدرب على الفندقه، صح؟ ليه؟ اولا في حاجه اسمها التعامل مع الجست، يعني تريدنج ويز جست، تمام. لازم طبعا كل ما تعمل كونتاكت مع الجست كتير تستفيد، تعرف ازاي انت تتعامل معاه. فاحنا بالنسبه للارشاد السياحي في الكليه يعتبر فرصه التدريب بتاعنا قليل جدا يعني بالنسبه لزياره الاماكن وكده، فاحنا لقينا احنا الفرصه الوحيده ان احنا نخش في سوق العمل عشان نتعامل مع الناس، نعرف طريقه الحوار، طريقه التعامل، الكونتاكت يكون تمام. فلقينا الطريقه ان احنا مثلا ممكن نخش في فنادق مش شرط عن طريق الكليه، يعني انا مثلا واحد من الناس دخلت عن طريق منفصل خالص، دخلت بشهاده الثانويه بتاعتي وخدت اجازه الصيف بتاعتي كلها في فندق برضه 5 نجوم اللي هو في منطقه القرش، وتممت تمام وهنا في شرم. من وانت في الثانويه العامه بدات تشتغل في مجال السياحه، بدات بايه؟ برضو يعني لقيت لا اكتر مجال اللي انا ممكن اختلط بيه بالجسم اللي هو كان السيرفيس يعني، فبدات برضو في السيرفيس فود اند بافرج والمطعم، وبرضو في الصيف برضو كنت في السيرفيس، واستفدت حاجات كتير. اول حاجه التعامل، تاني حاجه اللغه، يعني بدات اعرف لغات ما اعرفش عنها حاجه قبل كده. السيرفيس برضو اللي هو مطاعم واللي هو الاغذيه والمشروبات. محمد رامي، احكي لي عن تجربتك في مجال التدريب. هو بالنسبه لي انا القسم بتاعي انا التدريب بيكون في شركات سياحه، بيبقى في الشهر برضو، في الصيف بتدرب شهر او شهرين. نفس الحكايه برضو زي ما بيحصل مع ارشاد، انا بودي طلب الشركه، هو وافق عليه خلاص بروح اتدرب، ما وافقش ممكن بشوف اي شركه تانية. لو كده لو الموضوع بقى صعب خالص بروح للكليه، الكليه ممكن تتصرف في الاخر. فالصيف بالتدريب بتاعنا احنا بيبقى ازاي احجز تذاكر طيران، ازاي اعمل بروجرام للسياحه هنا في شرم او في الغردقه او في اي حته، احجز فنادق بره، وكل اي حاجه ممكن انا عايز اعملها في شركات سياحه متعلقه بشركات سياحه. بيبقى المواسم بقى في هنا موسم الصيف بيبقى في شرم والغردقه، ممكن مواسم الحج والعمره بالسعوديه، في اي حد عايز يحجز في اي منطقه في العالم انا بعمل اتصالات مع الشركات السياحه وبحجز. رامي قول لي يعني ايه اللي ممكن تقوله او توجهوه من خلالكم كشباب للسيد وزير السياحه في ظل حكومه الجنزوري، الحكومه الجديده اللي جايه، المفروض هتنفذ لنا الامن، والامن هينزل في الشارع، المفروض هتنفذ لنا حاجات كنا بنفتقدها كثيرا في حكومه عصام شرف. انتوا كشباب بيعمل في السياحه عشان السياحه بتاعتنا تنهض في الفتره القادمه باذن الله، تحبوا تقولوا ايه للوزير انه يبدا بتنفيذه؟ هو لازم يبدا باللي هي الستيب الاولى، الطالب اللي هو مبني عليه كل السياحه دي كلها، يعني الطالب ده هو مجرد
السيستم بتاع التعليم بتاعه هو اللي هيأهله بعد كده ان هو يتعامل مع الجست باي طريقه ممكن. كويس. ايه اللي اتعمل في السيستم ده؟ بيكون في تدريب اكتر، رحلات اكتر، استكشاف اكتر. بالذات لازم نركز على حته التدريب، كل واحد يتدرب في المجال بتاعه. وهو المفروض يبقى فيه توفير لكل حاجه للتدريب ده، بحيث ان الطالب لازم هو اللي يروح يتدرب، ما تبقاش حاجه اختياريه بالنسبه له. اذا الاهتمام بالتدريب الطلابي داخل كليات السياحه والفنادق. ايه كمان؟ تاني حاجة اللي هي النقطة المهمة جدا اللي هي توفير الأمن. عامل توفير الأمن، أول ما حصل خلل في الأمن فبدأ بقى السائح إن هو يخاف إن هو يجي البلد. فاحنا ما دام وفرنا ليه الأمن فبتكون دي فرصة جيدة إن هو بيجي البلد تاني جاي مطمن تمام، إن البلد كلها بحالة أمنية جيدة، فبيجي بيروح أي مكان هو عايزه مش قلقان، فبياخد راحته والناس بتيجي مفيش أي مشكلة. العامل الثالث اللي هو الدعاية. بالنسبة الدعاية لمصر عندنا احنا كم هائل من الآثار تاريخية، يعني سياحة تاريخية، ثقافية، ترفيهية، جميع أنواع السياحات موجودة في مصر. حتى حاليا احنا ممكن نعمل سياحة اسمها سياحة الثورة، سياحة الثورات، بحيث الناس تيجي تستكشف الثورة، احنا عملنا الثورة ازاي. فكرة جديدة يعني. فكرة جديدة. ويروحوا التحرير. مفيش مشكلة. يروحوا ميدان العباسية. مصطفى محمود. أفكار جديدة مفتكسة زي ما بيقولوا عليها، لازم ناخدها من الشباب اللي بيفكر. هايل، جميل. سياحة الثورة ايه من عندنا؟ اعمل سياحة الثورة، بيجي بيشوف الأماكن اللي الشباب عملت فيها الثورة، عملتها ازاي، أعمل بانوراما عن الثورة، فتبقى عنصر جيد. خصوصا ان احنا دلوقتي بتشوف عندك قطر والإمارات امكانياتهم السياحيه لحد ما محدوده مش زينا، احنا عندنا كم هائل من الاثار والاماكن السياحيه. يعمل لك مؤتمر ويقول لك تعالى، يعمل لك مول ويقول لك تعالى زور السياحه التجاريه. فمعلش ما اكونش انا ممتلك تلتين اثار العالم والسياحه عندي اقل. جميله، بحييك وربنا يوفقك باذن الله. تطلب ايه من وزير السياحه في الحكومه الجديده باذن الله؟ والله اطلب منه انه معروف في الاول والاخير ان مصر تعتبر بلد فرعوني حسب دراستي، فيبدا برضه الاهتمام بالاثار الفرعونيه واهتمام مثلا الاماكن اللي مثلا تعيش الناس في مود اللي هو الفرعوني. مثلا نبدا في انشاء القرى الفرعونيه زي ما كثير من الشركات بدات في الحوار ده في شرم، بس ما فيش سرعه. يعني احنا جينا من زمان لقينا الشركه لسه القرى بتنبني، لسه جينا السنه اللي فاتت الناس تنبني. طب ليه الكلام ده مثلا؟ لو مفيش الانجاز في التنفيذ يعني الكلام ده لو السائح جه وحس انه مثلا كل حاجه فرعونيه كل حاجه تمام، ده هيعمل اتراكشن ليه. واهم حاجه عند السائح ان هو جاي ان هو يكون يعمل تريسنج واستمتاع واستجمام، ما هوش جاي مثلا يشغل باله جاي. هم الناس دي عندهم كده وقت الشغل شغل، وقت الراحه راحه. تاني حاجه برضو في اللي هو مش اي حد يتعامل مع السائح، برضو يكون في اختيار. يعني من خبر احنا شفنا ناس بتتعامل مع السياح بتعمل يعني مشاكل كتيره جدا. يعني مثلا اللي عنده مشكله في البيت بيجي يطلع عليه، ده الكلام ده ما ينفعش. برضه يكون في حسن اختيار. طبعا الوزير هيكون بعيد عن الكلام ده، بس المدير كله من شاء هو يكون مختص بالكلام ده. تمام. في برضه ممكن نرجع للاثار الاسلاميه، في كتير طبعا من الدول الاسلاميه يعني مثلا عايزين يجوا مصر، نلاقي مثلا عشوائيات منتشره في الاثار الاسلاميه. طب ليه؟ طب ما احنا مثلا نحاول ان احنا نفصل الاماكن دي عن الحاجات الثانيه. بعد كده برضه نهتم بالاثار القبطيه عشان معظم الناس قبطيين، فنحاول نوفق كل الجوانب بحيث ان الراجل السائح يجي يحس ان هو عايش في مكان تاني، يعني ينفصل عن حياته العمليه عشان ياخد وقته، لانه الراجل طبعا. سعيد جدا بالمقترحات دي، واحنا هناخدها طبعا ونحاول نوصل هذه الرساله القيمه جدا. يعني انتوا كتبتوا لنا اجنده عمل جميله ومقترحات عمل جميله ممكن يبدا بيها السيد منير فخري عبد النور الوزير وزير السياحه في حكومه دكتور الجنزوري. باذن الله نتمنى ان كل هذه المقترحات يتم مناقشتها وطرحها على مائده التنفيذ قريبا باذن الله. انا سعيد بالشباب الجمال اللي معايا النهارده في شرم الشيخ، وسعيد جدا بمقترحاتهم وارائهم التنويريه. اتمنى لكم دوام التوفيق، وبرحب بكم في برنامجنا سحر الوادي على باقه المحروسه الفضائيه.
مشاهدينا الكرام في كل مكان، ما زلت معكم داخل مركز التدريب السياحي بشرم الشيخ. تعالوا بينا نطلب من الطلاب الموجودين هنا، طلاب جامعة قناة السويس اللي بياخدوا جرعة تدريبية داخل المركز التدريبي السياحي بشرم. بتعرف بيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبد البر محمد سالم. اهلا بيك. عبد المنعم سيد عباي. ايمن السيد. اهلا بيكم، برحب بيكم في برنامجنا سحر الوادي. وبداية كلمني عن مدى استفادتك من حضورك للتدريب هنا، من حضورك للمؤتمرات السياحية مع جامعة قناة السويس. والله بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تدريبات في الفنادق والمزارات السياحية بتأهل الطالب انه تكسبه مهارات وخبرات تأهله لسوق العمل بعد كده. فبالتالي هو لما بيطلع في سوق العمل بيدي كل خبراته ومهاراته اللي اكتسبها اثناء الدراسة في سوق العمل بتاعه. كان ليك خبرات قبل كده في التدريب في اي اماكن تاني غير كليتك؟ انا اتدربت في فندق في شرم. اسامي فنادق، هنقول المنطقه بس. اتدربت في فندق في شرم. تمام. ماشي. اتدربت في ايه؟ اداره الفنادق؟ هاي كان السنه اللي فاتت؟ كان السنة اللي قبل اللي فاتت. اللي فاتت. استفدت؟ الحمد لله. كان التدريب كام يوم؟ تدريب قيمة شهرين. كلمني بقى عن خبراتك في التدريب. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالنسبه للتدريب بيساعد اهل الطالب انه يحس يبدا في عمل الاسواق السياحيه، بيعمل باسلوب محترف وعنده خبره كثير من الخبره التي اكتسبها، ويقدر يتعامل مع السياح ويقدر يجذب الزبون ويقدم له الخدمه، ويقدر يتعامل مع الفندق مع جميع اقسامه واداره الفندق من جميع الاشكال والمختلفه. اتدربت الاول في شرم هنا او الغردقه قبل كده، ولا تدريبك كان في الكليه بس؟ درست في القصير، فندق في القصير. فندق في منطقه الحسين؟ في القصير. ومدة التدريب كانت مدة شهرين وقسم مطبخ. كويس. بنتعلم في المطبخ عملية الطهي وفن طهي اتعلمت؟ الحمد لله. طيب طبخت ايه؟ في فراخ اوليفز، عبارة عن فراخ بتعمل بصوص الزيتون. وفي انواع كتير، مثلا انواع بيض، انواع اسماك، وانواع لحوم انتركوت، اسكالوب، وفي اللي هي بيكاتا. عملتها بيكاتا بايه؟ في شامبينيون، في سيترون، في انواع كتير يعني، كل نوع اللي انت بتاخده. البيكاتا اللي هي اللحمه البارده؟ لا، لحمه سخنه عاديه، بس انواع بقى مختلفه، بتطلع مع رز ميلانو، انواع هم بيسموها لحمه بارده كده. قول لي بقى انت يعني اي قسم من الاقسام بتتدرب فيه؟ انا قسم ارشاد بس بتتدرب في اداره فنادق. طبعا. صح. هي المتوفره حقيقه، ما اقدرش ان انا اتدرب في ارشاد وانا في الكليه، لازم بعد ما اتخرج، فبتدرب فنادق وهي كلها صدام بالسياحه وصدام بالسياح، يعني نتعامل معاهم عشان طبعا. كويس. اتدربت في اماكن قبل كده؟ انا اتدربت شرم الشيخ 3 مرات قبل كده. 3 مرات. قول لي بقى، بتستفيد لما بتيجي مع الكليه في رحلات تدريبيه او مؤتمرات؟ طبعا. بما ان كليه سياحه اساسا كليه عمليه، فلازم الطالب يتدرب اثناء الدراسه عشان لما يتخرج ما يصطدمش بالواقع العملي اللي هو مختلف تماما عن واقع الدراسه. فاكبر الاستفاده الكبرى طبعا بنستفيدها من التدريب اكتر من الدراسه. انتم متوقعين مصر رايحه على فين بعد ثوره 25 يناير وبعد الحكومه الجديده؟ طبعا كلنا بنأمل خير في الدكتور كمال الجنزوري، رجل المهام الصعبه طبعا، وانا عن نفسي متفائل بالفتره اللي جايه، ونفسنا مصر تكون احسن طبعا. انا ما اعرفش تاريخ كمال الجنزوري، بس سمعت ان هو العهد بتاعه كان دكتور وزير كويس، فان شاء الله وزير تخطيط ان شاء الله يكون كويس، يقدر يطور ان شاء الله من مصر، وان شاء الله حسب هي لأسوأ لو الاحسن.
مصر غنية بكنوزها السياحية، والسياحة هي المستقبل.